السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنشاهد وهنتكلم عن هدف فوز المصري على بيراميدز، وهو الهدف الوحيد في المباراة والذي أحرزه اللاعب محمد الشامي. هنلاقي هنا بداية الهدف، رمي التماس صالح النادي المصري. هيلعبها هنا اللاعب كريم العراقي لزميله ناحية اليمين، ماشي بيها زميله ناحية اليمين اللي بيلعبها كورة عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء. وهنلاقي هنا ان عدد مدافعين بيراميدز داخل منطقه الجزاء اكثر من لاعبي النادي المصري. هناك فقط لاعبين من النادي المصري. وهنا هنلاقي ان الكوره تصل الى اللاعب محمد شامي وسط ثلاثه من مدافعي بيراميدز الذين لم يتدخلوا معه في هذه اللعبه، وهذا خطا منهم. بيلعبها رأسية رائعة على يسار أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز ليحرز اللاعب محمد الشامي الهدف الأول لنادي المصري ضد نادي بيراميدز، وهو هدف المباراة الوحيد وهدف الفوز في الدوري العام ل 2024-2025. وهنا هنشاهد الهدف من زاوية أخرى من ناحية اليمين، الكرة العرضية. وهنا لحظة لعب اللاعب محمد الشامي رأسية رائعة على يسار أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز. وفي النهاية أتمنى منكم الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من مشاهدة وتحليل أهداف المباريات القادمة. شكرا لكم.